استقبل جلالة الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط بيدرو سانشيز رئيس حكومة المملكة الإسبانية الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. وتندرج هذه الزيارة في إطار الاستمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل العام 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين. وتتواصل هذه الدينامية بشكل يبعث على الارتياح، وتتميز بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة في كافة المجالات على أساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والطموح وحسن الجوار والوفاء بالالتزامات. وبمناسبة هذا الاستقبال جدد رئيس الحكومة الإسبانية لجلالة الملك التأكيد على موقف إسبانيا الوارد في البيان المشترك لأبريل عام 2022 الذي يعتبر المبادرة المغربية. استقبل جلالة الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط بيدرو سانشيز رئيس حكومة المملكة الإسبانية الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. وتندرج هذه الزيارة في إطار الاستمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل العام 2022، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل العام 2022، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل العام 2022، والذي توج باعتماد البيان المشترك بين البلدين. وتتواصل هذه الدينامية بشكل يبعث على الارتياح، وتتميز بتعزيز التعاون والتنسيق والشراكة في كافة المجالات على أساس مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والطموح وحسن الجوار والوفاء بالالتزامات. وبمناسبة هذا الاستقبال جدد رئيس الحكومة الإسبانية لجلالة الملك التأكيد على موقف إسبانيا الوارد في البيان المشترك لأبريل عام 2022 الذي يعتبر المبادرة المغربية. استقبل جلالة الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط بيدرو سانشيز رئيس حكومة المملكة الإسبانية الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب. وتندرج هذه الزيارة في إطار الاستمرارية الدينامية التي أطلقتها المرحلة الجديدة للعلاقات الثنائية، والتي تم تدشينها منذ اللقاء بين صاحب الجلالة ورئيس الحكومة الإسبانية في أبريل